تنويه: تم تغيير الأسامي علشان الخصوصية. جواب النهاردة مرسل من الأستاذ محمد، وده كان ابن ساكن في القاهرة، مرسل إلى والدته في الإسكندرية. المصدر: سوق الأنتيكات. زمن الجواب: 6 أكتوبر 1964. الابن الإسكندراني وحرمه نقلوا جديد للقاهرة، فبعت لمامته يطمنها عليه وعلى أحواله وعلى أحوال الأنسة فاتن في المدرسة، وبيأكد لها إنه بيدعي لها في كل مقام وجامع بيصلي فيه. مكتوب على الظرف من بره اسم الراسل والعنوان: الآنسة المهذبة السيدة حميدة، مدرسة راس التين الثانوية بنات، بريد راس التين الإسكندرية. وتقريباً كده في واحدة هتستلم الجوابات وتديها لوالدته، عشان كده كان كاتب على الظرف: الآنسة المهذبة السيدة حميدة. نص الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم. القاهرة في 6 أكتوبر 1964. والدتي العزيزة المحترمة المحبوبة الكريمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، وصلنا القاهرة بسلامة الله، وتمر الساعات وتجري الأيام وتمضي الشهور، بين قوسين 2 شهر فقط، وأتكرم بكتابة رد الخطابات العادية المسجلة، وأخبركم بأنني بخير وعافية، ولا ينقصنا سوى مشاهدتكم والتمتع برؤياكم والاطمئنان على صحتك الغالية، التي نرجو أن تكون في تحسن مستمر بإذن الله وبركة أهل بيت رسول الله. فربنا يعلم ويتقبل في كل الأدعية التي أدعوها لكم في مقام سيدنا الحسين والسيدة زينب، وكل مسجد أقوم بالصلاة فيه. وقد أكرمنا الله وقبلت فاتن بمدرسة الثانية بين قوسين شخلع الإعدادية، سنة أولى فصل رابع، وربنا ينجح لها المقاصد ويهديها، لأنها مزروعة مع فريد وفي منتهى الإهمال والاستهتار. الست فاتن كان عندها زكام شديد، ولما انتهت مدته نزل من أنفها دم غزير، والحمد لله الآن عال جدا جدا، وكذلك حضرتي والأنسة فاتن وجميع من يعرفنا. وأشكركم جدا جدا على تمليح السردين، وليه التعب ده، وربنا ما يحرمنا منكم. وإذا كان موجود سردين يوم حضور نبيل طرفنا، اشوولنا شوية، علشان اشتريت بتعريفة فلفل وخللناه، وعاوزين حاجة ناكل بيها الفلفل. والدتي مبروك تصليح المنزل، وعقبال إن شاء الله ما تؤدي فريضة الحج وتنقلي إلى عمارة جديدة خالص، وربنا يديم عليكم نعمة الصحة والعافية. من جهة علاء، للآن لم نعرف شيئا عن سفره، لأن مش بنشوفه، وعندما يقرر سفره سنخبركم طبعا. ومن جهة لطفي، حضر من لبنان وأعطى المرهم بين قوسين اسم المرهم لنبيل، لعله أفادك وبالشفا إن شاء الله. ومن جهة خالد ومولوده، فقصته مضحكة للغاية، فقد سافر لرأس البر هو وحرمه وأولاده، وبعد 6 أيام شعرت حرمه بآلام الولادة، فاحتار خالد واتصل بمحافظ دمياط الذي اقترح أن تولد في مستشفى دمياط، فرفضت، فلم يجد أماكن في الديزل أو أتوبيس الصحراء، فاستأجر عربة إسعاف بواسطة المحافظ بمبلغ 25 جنيه. وعندما وصلوا القاهرة ولدت في اليوم الثاني مولود اسمه محمد، وللآن لم نذهب للزيارة أو التهنئة من كثرة العمل عندنا ومدرسة فاتن. والدتي، نحن جميعا بخير وعافية، وأرجو ألا تتوغوشوا، وربنا يسمعنا عنكم كل خير. سلامي وسلام حرمي وفاتن إلى الأستاذ عادل والست حرم. وبخصوص الشغل بين قوسين الأوبيسون، فلم أقابل نادر إلى الآن، وبمجرد ما أقابله سأخبره، واجتهدي قدامه علشان ده مجرد ما يقول هاتوا الحاجة عاوزها بسرعة. بين قوسين تركي يا فندم. ويا ست زوزو، أرجوكي ألا تزعلي من هذا التعطيل، وأنتم في قلوبنا وفي إحساسنا وفي فكرنا باستمرار، ودائما أدعو لكم بالخير والبركة والصحة والعافية، وربنا يتمم لكم السعادة والهناء. وموضوع حضورنا على ميعاد المرحوم لسه سابق لأوانه، وعند قرب المدة إن شاء الله سنخبركم عند الحضور. سلامنا وسلام جميع أهل مصر القديمة والجديدة والمتوسطة لكم جميعا وجميع من يسأل. السلام عليكم ورحمة الله. ابنكم المخلص محمد.